ازيكم؟ السخان الفوري انطلب مني كتير. عملت عليه حلقة قبل كده، بس انطلب مني ان انا اعمل حاجة عنه بالتفصيل. السخان الفوري هو سخان موفر جدا للكهرباء. هتقولي ازاي؟ هقولك: انت طول ما انت مش مشغل المية السخان طافي. اول ما تفتح المية السخنة، المية السخنة تنزل، تقفل المية تقفل. بعكس السخان الكهرباء العادي. سخان الكهرباء العادي بيكون في خزان، الخزان ده بيملى المية ويبدأ يسخنها. تبدأ انت ما تستخدمهاش، تبدأ المية تبرد، يبدأ يشتغل هو تاني، فبالتالي بيستهلك كهرباء أكتر. من أهم مميزات السخان الفوري كمان إن هو صغير في الحجم، تقدر تحطه في المطبخ، تقدر تحطه في الحمام، تقدر تحطه تحت حوض المطبخ وتحت حوض الحمام كمان. تقدر تحطه في أي مكان، ممكن تحطه جوه تقفيلة المطبخ ميكونش باين خالص، لأن هو صغير في الحجم جدا. فبالتالي هو كويس جدا. والمميزات بتاعته كمان إن هو بتفتح المية في ساعتها، تنزل المية السخنة في ساعتها. قفلت المية، قفلت المية السخنة وقفل السخان كله. بس خد بالك واحذر دي قوي. السخان الفوري لما تيجي توصله، لو انت تأسيس قديم يعني كان عندك سخان عادي اللي هو كهرباء عادي، فبالتالي لما تيجي توصله هتحتاج ان انت تشد السلك اللي هو من لوحة الكهرباء الرئيسية اللي في الشقة. تشد السلك كله وتحط مكانه سلك 6 مللي، ويفضل يكون شعر وماركة معروفة. انا مش عايز اقول ماركات. كمان هتحط له مفتاح مخصص في اللوحة من 40 ل 50 امبير عشان يستحمل السخان، والمفتاح ما يقعدش يفصل طول ما انت مشغل السخان او الاستهلاك عليه كتير. تمام. انصح ان انت ما توصلوش مكان السخان الكهرباء العادي. طيب، بالنسبه للامان، هو امن كتير من سخان الغاز، لان سخان الغاز بيعوز مدخنه عشان الابخره السامه اللي بتطلع منه. فبالتالي السخان اللي هو الفوري هو امن كتير من سخان الغاز، واوفر في الكهرباء من السخان العادي، واحسن في الشكل من السخان العادي ومن السخان الغاز. فهو سخان كويس جدا. انواعه كتير في السوق، في منه المستورد، في منه المصري. خد بالك ان في منه انواع زي الالماني بيشتغل على عداد 3 فاز. فطبعا ده مش كتير مننا هيجيبه، لان العداد التلاتة فاز احنا كنا شغالين على عداد 2 فاز. فبالتالي في منه الاتنين الفاز اللي بيشتغل، وهتكون مبسوط منه جدا. سخان كويس جدا، سخان شيك جدا. هو بس من عيوبه انه سعره عالي شويه. من عيوبه ان مش اي حد بيصلحه، الشركه بتاعته هي اللي بتصلحه او التوكيل بتاعه بيصلحه، هما فعلا بيصلحوه ايا كان التوكيل بتاعه ايه. قطع غيار متوفره. ما تسمعش على النت اللي يقول لك ان قطع غيار مش متوفره، لا متوفره. ضمانه بيبقى ضمان حقيقي، هو ليه انواع مختلفه. انا مش بتكلم على شركه او نوع معين، هو ليه انواع مختلفه. اشوفكم الحلقه الجايه.